صباح الخير على كل مستمعين لحظة سلام. النهاردة هنتكلم عن الطاقة الإيجابية. الطاقة الإيجابية مش كلام في الراديو، لكنها إحساس حقيقي من المواقف اللي بنمر بيها. كتير بنصحى الصبح ملناش نفس نقوم من السرير، اليوم كله بيبقى تقيل على قلبنا من أوله. بنحس إن كل خطوة بناخدها بتنقص من طاقتنا، وكل كلمة بنقولها مش بتوصل. في أوقات زي دي بنبقى محتاجين حد يقول لنا إحنا كويسين، محتاجين إيد بتطبطب علينا، أو حتى مجرد نظرة بتفهمنا من غير كلام. لكن ساعات الدنيا بتبقى صعبة، بتبقى عاملة زي ما تكون ماشية عكسنا. كل ما نيجي نعمل حاجة صح بتلاقيها بتتعوج منك، كل ما تحاول تحل مشكلة بتلاقيها بتتعقد أكتر. وبعد كل ده بنرجع نسأل، هو في أمل؟ هو في حاجة حلوة لسه ممكن تحصل لنا؟ الحقيقة إن الأمل ده مش بيجي من بره ولا من كلام معسول، هو بيجي من جواك انت. هو الإحساس اللي بيخليك تكمل حتى لو كل حاجة حواليك بتقولك أقف. هي قوة خفية بتيجي في أصعب المواقف عشان تقولك انت أقوى من أي حاجة. الطاقة الإيجابية مش إنك تضحك طول الوقت ولا إنك تتجاهل الحزن، لا يا صديقي، دي القدرة على إنك تعرف تتقبله وتفهمه وتعديه، زي ما يكون كده سحابة سودة مغطية السما وفجأة بتلاقي الشمس بتشق طريقها من وسطها. هو ده النور اللي بنتكلم عنه. ممكن يكون في حضن دافي بعد يوم طويل، أو مكالمة مفاجأة من حد كنت بتفكر فيه، أو حتى مجرد لحظة هدوء بتسمع فيها صوت نفسك انت. وآخر حاجة حابة أقولها لك، إن الحياة مش كلها أيام حلوة، بس الأيام الحلوة اللي فيها هي اللي بتدينا القوة عشان نعدي الأيام الصعبة. لما تحس إن طاقتك خلصت افتكر إن لسه في حاجات كتير بتستاهل إنك تكمل عشانها. افتكر إنك أقوى بكتير مما تتخيل، وإن حتى لو الطريق صعب بس في النهاية هنلاقي فيه راحة وفيه سلام. خليك فاكر إنك تستاهل كل حاجة حلوة، وإن النور اللي بتدور عليه هو موجود بالفعل بس جواك انت. كل اللي عليك إنك تدور عليه كويس. وفي نهاية الحلقة النهاردة عايزة أقولك حاجة، بص حواليك وبص جواك، هتلاقي إن الأمل موجود في كل تفصيلة صغيرة، في ابتسامة طفل، في كلمة حب صادقة، أو حتى في نسمة هوا بتطبطب عليك. دي كلها لحظات سلام. ودايما خليك فاكر إن حتى لو الدنيا وقفت قدامك، في قوة جواك انت محدش يقدر ياخدها منك. دي طاقتك الإيجابية ودي رحلتك. خليك مصدر النور لنفسك